السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دي طشة الملوخية. هنعمل النهاردة مع بعض الملوخية أنا بعملها بكذا طريقة، كل مرة هعملها لكم بطريقة مختلفة. وهنعمل برضو القرص اللي شكلها جميل دي أنا اللي عاملاها النهاردة، وهنعملها مع بعض دلوقتي. هنبتدي الأول الملوخية طبعا بعد ما بقطفها وبعمل لها التسبيكة بتاعتها، التسبيكة اللي هي بصلة طماطم، وبعدين احط بقية البصلة واظبط برضو الملح والبهارات. بحط الملوخية في الخلاط، بحط عليها شوية شوربة عشان الخلاط يعرف يلف فيها، تعملها بالقوام اللي انت عايزاه. ودي دقة توم انا كنت عاملاها مفرزاها، فبحط منها برضو جزء. ودي دقة شطة كنت برضو عاملاها. حاولي تعملي حاجات عندك في الفريزر بتحتاجيها في الحاجات اللي زي دي. كنت عاملة دقة توم وعاملة دقة شطة برضو، فبحتاج دي الحاجات وبحتاج دي الحاجات. حطيت دقة التوم منها جزء، وحطيت دقة الشطة منها جزء، وظبطت الملح لقيتها عادبة، حطيت شوية ملح كمان اهون، وظبطت البهارات. حط البهارات اللي انت بتحبيها. ودلوقتي هعمل لها الطشة شوية زيت وتوم وشوية كزبرة ومعلقة خل واحدة، ما تزوديش خل. انا جيت احط الخل زاد مني شوية، طعمها اتغير، طعمها بقى خل. حاولي ما تزوديش الخل، ولو ما تحطيش خل خلاص يبقى احسن، بس معلقة خل بتدي طعم حلو. حطيت عليها الخل بالشكل ده وقعدت اقلب فيها. شوفوا الجمال، شكلها جميل ازاي. وتطفي عليها وهي لسه خضرة، بس لازم تاخد غلوة واحدة. كنت عاملة يومها رز، وكنت عاملة فراخ، كانت ملوخية بالفراخ. خلصت الملوخية واتغدينا، وبعدين بدأت في القرص. ضروري لما يجيلك دقيق تعملي اي معجنات تنخليه. انا كنت الاول ما بهتمش بالنخيل وافكر الدقيق نضيف، لا بس برضو ما بتنخليه بتبقى الحاجة اللي انت بتعجنها هشة وطرية. ده فانيليا، حطيت كيسين فانيليا عشان انا كنت عاملة 2 كيلو دقيق. كيلو دقيق، واحدة فانيليا، كوباية سمنة او زيت، معلقة سمسم او معلقتين، وتعجني بقى باللبن. انا كنت محوشة وش لبن، وممكن تكملي بمية على حسب. دي نص كوباية سكر ورشة ملح. دي المكونات الجافة اللي بتاع الاول مع بعضها. ده وش اللبن اللي انا كنت محوشاه. وش اللبن ده بيخلي المعجنات جميلة قوي. حطيت كوباية سمنة وكوباية زيت، وقلبتها كده الاول بالمعلقة، وبعدين عجنت بايدي كوباية الزيت اهي. بعد ما بكمل المكونات الجافة، بحط اول حاجة السمنة او الزيت، واقلبها كده وافركها في الدقيق، عشان الدقيق اغلفه بالسمنة والزيت اول حاجة. ده بتفرق اوي في الطعم. اعملي الخطوة دي هتفرق معاكي اوي في القرص. وبعد كده اللبن. ده وش اللبن، بس انا حطيته شوية على النار عشان يبوش، عشان كان في الفريزر. دفيته شوية وعجنت بيه. بدأت بقى الم العجين. نسيت اقولك معلقتين خميرة صغيرين، وكيس كده تحطيها عليها، عشان الكيس بيحافظ على الدفى. وحطيت عليها فوطة من فوطة مطبخ فوق الكيس، وهي كده دلوقتي اختمرت. عملتها بقى قطع قد البيضة كده، وبططتها بالطريقة دي. بططتها كده، ما خليتهاش تخينة عشان هي بتتخن شوية في الفرن. وبسيبها شوية، بعد ما تتبطط بتعلى. ولما بحطها في الفرن
بتعلى كمان. فالقرصة مش عايزاها تبقى عجين من جوه، ببططها كده كويس، ما بخليهاش تخينة عشان ما تبقاش من جواها عجين. ده فرن البوتاجاز. حطيتها كده اللي استوت بجيبها لقدام بالطريقة دي، واللي لسه ما استوتش بدخلها جوه. واحدة واحدة هتعرفي تخبزي في فرن البوتاجاز. لو فرن البوتاجاز بتاعك كويس اعملي فيه، بتبقى الحاجة فيه نظيفة وحلوة. انا بوتاجازي جديد يعني بقاله سنة ولا 2، مش قديم. وسلام، ما تنسيش اللايك والاشتراك. سلام.